يلا فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده بسيط قوي وسهل قوي وسريع، والنتيجة ان شاء الله هتبهر كل اللي حواليك. جربيها ان شاء الله بنفس الطريقة. الفيديو حلو قوي، كمليه للاخر ان شاء الله. تعالي ان شاء الله يعجبك، ومقاديره كلها سهلة. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة نعمل الشربات بتاعنا او السيرب او السيرة زي ما بتقولي عليه. 3 كوبايات من المية، عليهم كوبايتين من السكر، ومعلقة عسل كلوكوز، وكمان نص ليمونة. هحطهم بقى على النار من غير ما تقلبيهم ولا اي حاجة. هنعمل الحشوة بتاعتنا كاستر. بوريكم هنا انه شايفين الكاستر بقى ربعه مش نصه كمان، يعني انا بقيسه بصبعي كده، اقل كمان من النص مش الربع. المهم ان انا معايا نص كيلو من الحليب او ازيد، يعني نص كوبايه كمان هو كان عندي يعني. فكنت غالياه، كان في الفريزر. هحط عليه 3 معالق من الكاستر على نص كوبايه ميه. انا عملت كده علشان كنت غاليه الحليب، لكن لو انت عندك مش غاليه ولا حاجه حطي في الحليب على طول. قلبيه كويس علشان يعني هو نشا. المهم ان هو ما يعملش معاكي تكتلات. بعد كده هنزل على الحليب بتاعي واحده واحده وانت بتقلبي علشان ما يكتلش منك. هحط كمان معلقتين سكر بس، يعني ما تكتريش اكتر من كده لان احنا لسه عندنا شربات هنحطوه، فعلشان ما يبقاش مسكر معاكي هقلبه كويس وهحطه على النار. طول ما انتي واقفه هنا قلبيه، يعني قلبيه كويس علشان ما يكتلش. كمان حطيت يعني اتخدعت فيه بجد يعني. العبوه بتاعه الكاسترد مش زي بتاعت زمان خالص. حطيت كمان معلقتين نشا، واللون كمان مش اصفر، فعلشان التصوير حطيت لون اصفر علشان يبان، يعني يبان معايا، لكن انتي ما تحطيش خالص. قلبته كده وخلاص. ده انا حطيت اللون بعد ما طفيت عليه في بوله تانية، وهتبداي تفضيه. بصي اياد بيجريني وراه في الاوضه كلها. ربنا يهديه. ما تنسوش بقى بالدعوه ان ربنا يكمل شفاه ان شاء الله على خير. خلاص كده بعد ما فضيته في البوله غطيه يعني بستريتش عندك علشان ما يعملش طبقه من على الوش. وعندي السيرب بتاعي خلاص خلص. 2 من الفانيليا كده واحطهم من غير ما احط بقى معلقه ولا اقلبه ولا اي حاجه. انا عارفه ان في دوشه مش هنخلص النهارده. طب استنى افتحهولك. معلش بقى استحملوني النهارده عشان اياد ما انسني حبيبي. المهم معايا نص كيلو من لفة الجلاش. هقطعها زي ما انتوا شايفين كده. الاول تنيتها علشان اشوف التقطيعة مناسبة ولا لا، وقطعتها 4، يعني 4 شرايح زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة معانا النهاردة السمنة بتاعتك. لو عندك سمنة بلدي يا ريت، ما عندكيش خلاص. بس اللي بيخلي فعلا الحلويات الشرقية كلها طعمها حلو السمنة البلدي. شايفين بقى التقطيعة دي؟ بعملها مثلثات وابدأ اقطعها، يعني بقيسها. شايفة اول واحدة قطعتها، التانية يعني بعمل مثلثات من الجنب التاني والجنب ده بحيث ان تطلع زي ما انتوا شايفينها كده. واحدة واحدة صدقيني سهلة، مش هتاخد منك حاجة. المهم حطي سمنة زي ما حطيت كده في القاع بتاع الصينية، وهبدأ اقطعها. شايفين؟ يعني هي النص كيلو اخدت يعني اول شريحة قسمتها نصين، مش خدتها كلها، قسمتها نصين واخدتها قطعتها كده. وده النص التاني لان هي سميكة برضو مش رقيقة قوي. اهي بالشكل ده. طبعا ايوه الجنب التاني نسيت في الاول خالص اوريكم الحته دي. في يعني الجنب اللي تلاقيه كده متبهدل شويه خليه لجوه، المتساوي خليه لبره. بالشكل ده خلصته كله، ما اخدش مني ثواني. هتيجي بقى بالفرشه وهتبداي تاخدي السمنه كده وتحطي على كل واحده، يعني ما تفضيش مره واحده علشان الوش كله عاوزاه يتشرب من السمنه. ده انا جبت كمان حبة سمنة غير اللي انتوا شفتوهم معايا دلوقتي، يعني حوالي كمان معلقتين مليانين كده. ولحت الفرن اول ما بدأت على اعلى درجة. يعني وانا بدخله دلوقتي كان سخن قوي، لان اول ما بدأت اهم حاجة يكون الفرن بتاعك سخن. عليته على اعلى درجة وحطيته على الشبكة، بس ما ولحتش من فوق خالص. انت على حسب طبعا الفرن بتاعك بيوزع ازاي. شايفين طالع كله من فوق ومن تحت سوا واحد، يعني حاجة كده عسل. هنزل بالسيرب. انزلي برضو بالمغرفة بتاعتك على وشه، يعني بصي حطي كده على كل واحدة، وهتسيبيه يعني 3 دقايق. 3 دقايق بس مش اكتر من كده، علشان يطرى وتقدري بقى تفتحيه كده ويتفتح معاكي الطبقات اللي انت عاملاها وتحشيها بالكاستر. معايا سوداني جرشة نص جرشة، يعني جرشة صغيرة كده. شايفين بقى بيتفتح معايا بسهولة ازاي؟ كله طبقات بقى وسهل وبسيط. لو عندك حد جايلك في ثواني، يعني لو قدامك نص ساعة بالظبط او اقل من نص ساعة تخلصيه. السوا كمان بتاعه ما بياخدش حاجة، 10 دقايق في الفرن كان استوى وطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه.
هتبدأي بقى تحشيه بالمعلقة زي ما بحشيه كده، او ممكن لو انت عندك الكياس بتاعت الحلواني حطي فيها، بس يعني قلت مش مستاهلة، هي بسيطة. شايفين بقى بيتفتح ازاي معايا؟ لما بتحطيه على شبكة الفرن مش بيتلسع يعني بسرعة. لو حطيتيه على على الصاجة من تحت هتبصي تلاقيه من تحت احمر، ومن فوق ما مش بيكون احمر ولا من جوه، لكن سواه كده حلو قوي. حطيه على الشبكة وما تقلقيش. يعني انا لو بعمل حلو او حادق بحط الصينية على الشبكة، بيحمر من فوق ومن تحت في ثواني، وبيطلع كله سوا واحد. لكن ما تولعيش الشبكه خالص. حطيت سوداني. انا هنا بقى رضيت كل الاطراف، ما انت بقى يعني دي مهمتك. في جزء يقول لك لا انا عاوزه ساده زي كده، ما حطيتش اي حاجه فيه، يعني شويه سوداني بس كده. شايفين اول واحده دي من ورا الصغيره دي؟ كان في واحده يعني كرمشتها، تحفة برضو يا بنات، والله العظيم تحفة. ممكن تكرمشيه كده وتحطيه زي ما عملتها، جميل. حطيت لهم بس سوداني، وفي هنا عاوزه بالكاستر من غير ما يكون فيه سوداني ولا حاجة، عملته له. وفي بقى اللي بالسوداني والكاستر، يا نهار ابيض، ده حبيبي ده. اموت انا في الحاجات اللي بتلظ دي. مش عارفة مين زيي، لكن والله العظيم بحبها قوي. اي حاجة كده تلاقيها طرية وبتلظ كده، دي لا يعني، عشان كده ما شاء الله جسمي سمباتيك يعني. اه ما تصدقونيش قوي، ما انتوا بتشوفوني على الطبيعة. فالحمد لله، يعني كل ما اقول هعمل دايت، الدايت بتاعي بيجي عكس. يعني المرة اللي اقول هعمل فيها دايت، لا مش بدخل في الدايت، انا بدخل في حاجة تانية. بتلاقيني باكل يعني اكتر من الاول. يعني لو انا باكل يعني طبق صغير ممكن ازود عنه شوية. المهم بقى خلينا في الجمال اللي انتوا شايفينه. شايفين السوا من فوق زي من تحت، مقرمش قوي من فوق ومن تحت ومن جوه كده طري، يعني حلو قوي. شايفين اللون اصفر ازاي؟ لو انتوا الجلاش من جوه مصفر كده، اعرفي ان هو مستوي كمان من جوه، مش من بره بس. شايفين بقى القطمه كده مورق؟ يعني في كل قطمه بلاقيها التوريقه موجوده، مش بيعجن ولا حاجه. مع القطمه بتاعتك مش بصي، لو مش مستوي كويس هتلاقيه عجن. لكن كل طبقات، لان السوا بتاعه اهم حاجة، السمنة وكمان السوا. ولو انت مش حابه مسكر اعملي نفس المقادير. السيراب بتاعي حطيت 3 كوبايات من المية على كوبايتين سكر ومعلقة عسل كلوكوز. مفيش، مش مشكلة خالص، العسل الكلوكوز مش حاجة اساسية. خلاص هنا بوريهولكوا بقى بعد ما خلصته كمان الكاستر اللي اتبقى. الكاستر اللي اتبقى فضيته كده في بولات زي ما انتم شايفين، كان طعمه جميل. لكن عملت ايه تاني؟ لاني مش حاطه غير معلقتين سكر، حطيته على النار بقى وزودت له سكر وطلع بالشكل الحلو ده، وكمان سوداني. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، اهم حاجه اللايك علشان يوصل لكل حبايبك، والكومنت الحلو. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.